السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب عاملين ايه؟ وحشني يا طيبين. ان شاء الله احنا النهاردة انا هعمل روتين خفيف وحلو كده. يا رب لو كان الروتينات بتاعتي هتعجبكم اكتبولي في الكومنتات وقولي لي استمري يا حبيبة. وانا معاكم، ولو انتم مش حابين وخلاص خلينا في الخياطة، وكمان خلينا في الاكل وفي المطبخ. مفيش اي مشكلة. انا هعمل جروب على الفيس على فكرة يا جماعة، وهسميه حبيبة كيتشن عشان انزل فيه الحاجة بتاعتي وربنا يكرمني ويرزقني كمان وكمان. فانا حبيت ان انا اجرب وابدأ معاكم روتين كده اول مرة اعمله في القناة. لو حسيتوا ان انتوا استفدتوا مني يا ريت تكتبولي وتقولولي كملي، ولو مش حابين برضو عرفوني. هقول لكم على تكات حلوة قوي انا ماشية بيها بنظام معين موجود في البيت، وحاجات هتعجبكم. انا بوريها لبناتي كمان وبعلمها لهم طول ما هم واقفين معايا، وعلشان كمان اعلمها للبنوتات الصغننات الحلوين اللي بيحبوا يعملوا الحاجة مع ماما. تمام، هنبدأ كده مع بعضينا. هنشيل الفرش بتاعنا واحدة واحدة كده، ونشيل الأكياس بتاعت المخدات والأكياس بتاعت الخضريات، وهوريكم كمان طريقة لفرش الملاية مش هتتحرك معاكي من الأسبوع للأسبوع. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عايزة أقول لكم إن الستاير اللي ورايا دي أنا اللي عاملاها. مفيش حاجة في بيتي ولا في فرشي غير ما بكون أنا اللي عاملاه بإيديا. بحب الخياطة جدا وبحب الشغل جدا، وبحب أعمل كل حاجة في البيت بإيدي. ايه رأيكم في الملاية بتاعت السر دي؟ الملاية دي بتاعت العيد. ايه رأيكم؟ حلوة، انا اللي عاملاها. عايزة اقول لكم ان التطريز دوت ممكن انا واخدة جزء كده صغير من الفيديو اللي انتوا شفتوه، اللي انا بجيب فيه القماش اللي هو متطرز. تمام، وتبتدي بقى ان انت بقى بتاخدي بقى اللون اللي انت عايزاه وبتنسقي عليه المشجر وبتنسقي عليه السادة. هنا انا مسكت عندي شلت كل الحاجة اللي على السرير ما عدا طبعا الكفر بتاع المرتبة. وهنا كمان هشيل المخدات الفرو ديت اللي هي ايه بتاعت اللي احنا كنا حاطينها في العيد. تمام، وهلم بقى الهدوم اللي كنا مطلعينها من الدولاب بتاعت البنات، الهدوم اللي عايزة تتغسل. وهنشيل كمان الفرش بتاعنا دوت وهندخله على الأوضة اللي جوه علشان أفرز الغسيل الأبيض لوحده والألوان لوحده وفرش السرير لوحده. ادعولي بس كده ربنا يكرمني بالغسالة بتاعتي، تعبانة شوية وبناخد الغسيل عند أمي بنغسله لحد ما يجي الراجل ويعملها ان شاء الله ربنا يسهل. عايزه اقول لكم ان غسالتي دي بقالها 23 سنه معايا. ربنا بس يديها الصحه كده وتهمي معايا شويه، لان الدنيا والحاجه غاليه جدا وما ينفعش الواحد يجيب غسالات دلوقتي. اولا هستخسر ان انا اجيب غساله لنفسي طول ما بناتي عايزين يعني. فربنا يسهل والاقي حد كويس يصلحها لي وتمشي الحال، ربنا يسهل. هنا انا بخلع كيس الكنبة زي ما انتوا شايفين كده. برضو الفرش بتاع الكنبة ده انا كنت عاملاه ووريتهولكوا قبل كده. انا برضو اللي بعمله للكنبة، عاملة حوالي تقريبا كانوا 2، كنت بشيل واحد وبحط واحد. وفي العيد دوت لقيت عندي حتة قماشة كده، رحت عاملاه اللي هو اللي انا مصورهولكوا، هو ده اللي انا بشيله من على الكنبة. تمام، انا مرضتش اشيل اللي هو الاسبوع اللي هو بتاع العيد ده، لان انا كنت عارفة اني في حاجة هعملها في البيت، خطوبة سلمى، وكنت عارفة ان الرجل والايدين وعندي عيال صغيرين هيخشوا البيت وكده. فقلت خلي الفرش بالمرة اشيله بعد ما نخلص موضوع الخطوبة. هنا طبعا انا بلم كل الغسيل اللي كان موجود طلعناه من الدولاب. وهنا كنا بننظم التربو بتاع البنات وهنشيل الشنط بتاعتهم نحطها مكانها، وهنلم الحاجة بتاعتنا كده. هنا بقى انا معايا الحته بتاعتي مسكت قبل ما تحطي اي حاجه على سرايرك، وقبل كمان ما تكنسي تكوني نفضتي كويس الشباك زي ما انتوا شايفيني كده، ومنفضه السراير والخشب، وتنفضي المراتب عشان تنزلي اي تراب او اي فتافيت على الارض من قبل ما تكنسي. وهنا كنت خلصت التربو كان نظمناه
وهنا حاجة البنات هم حاطينها مظبوطة. المفروض التربو ده يبقى ليه مكان، بس انا ما لقيتلوش مكان في الأوضة. زي ما انتوا شايفينها الأوضة يا دوبك على القد، فحطيته على المكتبة الصغيرة اللي البنات بيحطوا فيها. دي بتاعت سلم، بتاعت ضحى وبتاعت مروان، بيشيلوا فيها الكتب بتاعتهم. بتبتدي بقى ان احنا نكون، طبعا احنا كنا عاملين تحت السراير بتاعتنا ساعة العيد، وهي تحتيها زي الفل الحمد لله. كل اللي احنا هنعمله ان احنا ايه، هنبتدي ان احنا نكنس كده وناخد تدخلي الحرف بتاع المقشة بتاعتك تحت الحرف كده عشان تاخدي كل فتافيت، وتبتدي ان انت ايه. دي حاجة لازقة في الأرض تقريبا كده، معرفش، اللي أنا كنت شايلة البلاط علشان طبعا الفرش في الأرض كل اللي كان داخل لمؤاخذة بالجزم، فما كانش ينفع ان انا اسيب فرش في الارض. وبرفع الكنبه هنا، سلمى بترفعها لي، باخد كمان اللي تحت منها اهو علشان لما نيجي نمسح ما يبقاش فيه فتافيت في الارض خالص. خلصت كده. واوعي اوعي اوعي تحطي نقطه ميه ولا تدخلي جردل في الارض طالما في فتافيت اسفه، طالما الارض عريانه وفي فتافيت عندك في الصاله بره. اوعي تمسحي غير لما تخلصي. انا عادتي ان انا بخلص اوضه اوضه وبكنسها وبسيبها زي ما هي. ما برضاش احط ميه خالص في الارض غير لما بكنس المكان كله علشان الدنيا ما تطينش. طبعا انا مش بعيب على حد ولا اقول حاجه، بس انا ما بيعجبنيش طريقه ان واحده تكون ماسكه الجردل في ايد والمقشه في ايد، يا دوبك تمسح تكنس الحته دي وبص لا بتعمل بالشرشوبه. دي طريقه وحشه جدا وغلط جدا وتلملك حشرات، لان الميه على التراب ممكن الشرشوبه بتاعتك تحدف تحت اي دولاب تحت اي سرير، تبص تلاقي نفسك ميه وطينه على جنب، هتلاقيهم عملوا معاكي حشرات. بلاش تحطي ميه وانتي شغاله، استني لما تخلصي الكنس كله مع بعضه وتبتدي ان انتي تكنسي مره واحده. تمسحي مره واحده، تفرشي مره واحده. دي انسب طريقه معلماها لبناتي من ساعه ما هموا كده وبقوا كبار، وانا علمتهم ازاي يعملوا كده علشان بعد كده يتعلموا يعملوا في بيوتهم. هنا طبعا خلصت الأوضة وسبتها على الفرش وسبتها على المسح. تمام. هطلع على الصالة زي ما انتوا شايفين. شلت الستائر بتاعت الشباك بتاعت الانتريه، ودلوقتي بشيل شباك الصالة، وكمان بشيل بتوع الطرقة وهنزلهم خالص زي ما انتوا شايفين كده. انا الطرقة عاملاها ناحية، عاملاها تقيل بس مش عاملاها خفيف وتقيل، وعاملة الشباك بتاع الصالة والشباك بتاع الانتريه خفيف وتقيل برضو. انا الستائر دي انا اللي عاملاها. زي ما انا قلت لكم خلصت اهو الاوضه اهو، ايه تمام. الاوضه زي ما هي، كنست الارض وطلعت الزباله والفتافيت اللي فيها وشلتهم بالجاروف. كمان ما تطلعيش من اوضه على اوضه، كل حاجه لمي الحاجه بتاعتها. طلعي الفتافيت او التراب اللي بيطلع خديه على الجاروف عشان ما يكترش معاكي في المكان اللي انت هتعملي فيه تاني. هنا خرجنا على الصاله زي ما انتم شايفين كده. كنت برضو نفضت الشباك، وكنت عامله حسابي ان ما يكونش في الغسيل في اليوم اللي احنا هننفض فيه الشباك يكون فيه غسيل. تمام. هكنس برضو زي ما انتم شايفين كده، لان انا كده كده انا اللي هعمل بالشرشوبه وهاخد من تحت الكراسي. هنفض كرسي كرسي وارجعه مكانه. شاطر يا حبيبه. رجعنا الكرسي ده ونزلت بقى كل السلك بتاع النت كان في الارض، والسلك بتاع التلفزيون، وكنست اهو تحت الكنبتين وتحت الكرسيين ونضفتهم وركنت كده. كانت لسه ده كرسي واحد من اللي سلمى كانت قاعده ليه يوم الخطوبه، وكان من الترابيزه وبقيه الكراسي عند اخويا تحت. اول ما هنخلص هنبتدي ان احنا نطلعهم كده. انا خلصت الجزء ده، دخلت على الجزء بتاع دخلة باب الشقه زي ما انتم شايفين، وهبتدي ان انا اكنس والم كل التراب بتاعي. الشنطه اللي على جنب دي، بص البالونات عماله تقع علينا واحنا ايه، بن بنروق يعني من المراوح. الشنطه اللي على جنب دي جايبين فيها اريال وجايبين فيها شامبو سجاد علشان هنغسل الميشيات الصغيره. انا شلت الحاجه اللي انا كنت فرشاها، نفضتها وركنتها على جنب. هنشوف، لان انا عشان حبالي صغيره وحبالي والمكان عندي ضيق ما بيتنشرش فيه سجاجيد، فيعني اعملهم تحت عند مرات اخويا في الحوش عندهم ونطلعهم على السطح، يا اما هوديهم للمغسله على حسب ما نشوف، لان اسعار اللي هي بتاعه رمضان كانت عاليه جدا، فما عملتهمش بصراحه. فهاجي اشوف دلوقتي اخبار الدنيا ايه بعد العيد، لو الدنيا مهوده شويه هنعملهم.
هنا بقى كنت صدعت ودماغي وجعتني، قلت لهم اعملوا لي فنجان قهوه، وقعدت هنا كده ايه قدام سلام. بصي كل حاجه عريانه، انت بتعملي وبتخلصي تمشي حاجتك واحده واحده. شلتي فرشك نفضيه، اكنسي، كملي اللي انت بتعمليه، وما تحطيش اي ميه في الارض غير لما تلمي. بص بقول لكم مفيش اي حاجه في الارض. وجبنا بقى خرطوم صغير كده انا بوصله من الحمام علشان خاطر ايه، ناخد كل الاركان وكل الحاجه اللي احنا كنا عملناها. طبعا انا كنت خلصت هنا مسح، وطبعا ما وريتكوش واحنا بنمسح عشان سلمى هي اللي كانت بتمسح. هي مسحت وفرشت لي الاوضه، وانا كنت ايه بفرش السراير زي ما انتوا شفتوا كده. فرشت سرير وقلت التانية هوريهولكم انا بفرش السراير ازاي. زي ما بحط الملايه بالاسبوع بشيلها وما بتتحركش هفوه من على المرتبه. هقول لكم ازاي واقول لكم ازاي تعملوها، كمان بطريقه امنه وبسيطه، علشان لو عملتيها غلط ممكن تشك اي حد وتعور اي حد. تمام. انا خلصت السرير اهو وحطيت حاجته عليه، وببتدي ان انا البس الحاجه بتاعت السرير التاني. على فكره المخدات الفايبر دي انا باجي كل فتره كل كام شهر كده بشيل الفايبر منهم وبغسلهم وارجع احط الفايبر فيهم تاني وبخيطهم بيبقوا زي الفل. هفرش الملايه اهو. انت بتدوري العرض فين بتاع الملايه، ده الطول، انا هجيب العرض اهو. هفرش الملايه بتاعتي، ابتدي ان انا اظبطها الاول. ظبطتها وركبتها واقوم جايباها زي ما انتوا شايفين كده. خليكم معايا واحدة واحدة. زي ما انتوا شايفين سلمى طبعا قصاد مني، لازم يكون حد قصاد منك. بتيجي بتلف الملاية على الجنب كده زي ما انتوا شايفين. هي علشان ضحى اللي كانت بتصورنا فبتصور من بعيد، مش طيلاني، مش عارفة تطلع من على الألواح بتاعة السرير وتصورنا. بس زي ما هوريكم الناحية التانية احنا عاملينها ازاي. بتيجي بقى بدبوس على حرف المرتبة من ورا، بس تدخلي السن بتاعه جوه الزيق بتاع المرتبة علشان لو حد جه حط ايده ولا حاجة ما يتعورش. تمام. دبابيس من بتاعة الطرح. ولو انت عايزة تجيبي دبوس من اللي هو بتاع اللي هو الدبوس المشبك برضو ماشي، مفيش اي مشكلة، على حسب راحتك انت. هنا انا قعدت بقى في الارض وبوريكم انا بعمل الايه الملاية ازاي. ايه رأيكم؟ والله العظيم الملاية عندي بسم الله ما شاء الله هرك كبير على الأوضة ديت. سرير بينام فيه محمد، والسرير التاني بتنام فيه ولاء وسلمى، علشان ضحى كده كده بتنام عند ستها. ولما بتكون موجودة ضحى بتنام على الكنبة اللي انتوا شفتوها اللي انا هفرشها دلوقتي. ادي الملاية اهي ولا بتتحرك والله ولا بتتحرك. زي ما بنحطها من الاسبوع بنشيلها في اخر الاسبوع وهي زي ما هي كده. بسم الله ما شاء الله. حبيت اوريكم الفكرة ديت علشان تشوفوها وكمان تجربوها، هتتبسطوا منها او ان شاء الله. ايه رأيكم؟ لو عجبكم الفيديو ووصلتوا معايا لحد كده ما تكملوا الفيديو عشان تشوفوه، هيعجبكم قوي وهتشوفوا حاجات حلوة قوي هنعملها مع بعضينا. هنا سلمى بتقول لي انت رايحه تحطي الخداديه عند المخده وسايبه الحته اللي متقشره في الحيطه. لا حطيها الناحيه دي علشان تداري الحته بتاعه الحيطه. قلت لها مفيش مشكله خلاص. رحت واخده المخده حطها من هنا، حطيتها ايه جنب العمود كده. وهنا بقى طبعا انا مش شلت البطاطين وغسلتها وشلتها، فمطلعه لهم دفايات خفيفه كده بيحطوها البنات على رجليهم وهم نايمين بالليل. اهو زي ما انتم شايفين كده مطبقها حلو كده. انا بقول لسلمى وضحى بقول لهم بصوا الحاجه بتتعمل ازاي، لازم تخلي حاجتك نضيفه كده ومتساويه. ايه رايكم في شكل الملايات وفي ترتيبها؟ حلو. هنطلع بقى دلوقتي ان شاء الله على ايه، على الكنبه بتاعتنا. ادي الفرش التاني اللي هو بتاع الكنبه. طبعا انا قلت لكم ان انا كان عندي غيارين بقى لهم يجي سنتين، فطبعا السنه دي قلت اعمل واحد تالت لان في واحد من الاتنين اللي انا عاملاهم اتقطع واتهرى. فقلت ايه علشان ايه خلاص هيخش بقى الخدمه ان احنا ننفض بيه نمسك بيه حاجه ان هو اتقطع خالص، فاعمل واحد قصاد السليم عشان نشيل واحد ونحط واحد اهو. ايه رايكم في الاوضه؟ حلوه. وما عنديش بقى انا حته بين السريرين كده فبحط دواسه كده من اللي هي اليدوي دي بندوس عليها وخلاص، ما حدش بيخش الاوضه دي. هنا بقى كنا فطسنا من الجوع وكنا جعانين جدا. عايزه اقول لكم ان الوقت ده كان تقريبا الساعه 9 بالليل. طبعا من كتر التفاصيل ومن كتر الجوع اللي هم كانوا فيه ما قدروش يصوروا واحنا لسه بناكل. كانوا خلصوا اكل وكانوا عمالين بقى ايه تيسوا قاعدين في الارض ومش قادرين يكملوا. كنا تقريبا ما غسلنا السجاجيد والدنيا هدومهم بقى كانت مبلوله وكده، واحنا لسه ما دخلناش وخلصنا الاوضه بتاعتي جوه.
فهنا بقى كانوا بيلموا الأكل وأنا باسألهم بقى باقول لهم إيه كنا هنسيب المقطع دوّة يعني مش هنسجل عليه صوت وكده، لأنهم كانوا قاعدين يضحكوا ويقولوا أنتِ بتذلينا وفي الآخر رايحة تجيبي لنا فسيخ وملوحة وتأكلينا، قُلت لهم أنتم عارفين الفسيخ والملوحة دي بكام عشان عمالين ده أنتم لوحديكم واكلين 10 ليمونات، أنتم عارفين الليمون بكام؟ فكانوا قاعدين بيضحكوا بُصّي سلمى بتعد لي بتقول لي هم ده 6 ليمونات وأنتِ بتقولي لي 8 ليمونات، قُلت لها ما في 2 أهم تحت اللي أنتِ مطلعاه. هنا بقى كنت دخلت الأوضة بتاعتي، المراتب بتاعتي أنا قطن، إن شاء الله ربنا يسهل كده وأحاول إن أنا أجيب منجد ولا حاجة، لأن هم بقى لهم سنين سنين عايزين يتنجدوا عاملين بذوذ بذوذ كده فمش بيريحوا في النوم، فعايزة أجيب منجد كده يجي ينفضهم لي نفضتين 3 حتى لما الملاية زي ما انتوا شايفين بتتفرش عليهم بتحس إن هي مقوصة ومبزبزة وكده من كل ناحية. هنا أنا كنت خلصت الأوضة. المشايات اللي في الأرض دي عايزة أقول لكم إن بقالها عندي 25 سنة مش مشايات، هي كانت السجادة اللي أنا متجوزة بيها ولما اتقطعت خدتها اديتها للراجل، عملت المقاسات اللي أنا عايزاها واديتها له بروزها لي، وحاطة واحدة بقى في الجنب هنا وحاطة واحدة في الجنب هنا. هنا خلصنا الأوضة بتاعتنا اهو زي ما انتوا شايفين، وكمان ادي الصالة اتفرشت. ده كان الورد بتاع العروسة اللي كان في البوكيه بتاع الفرح اللي هو كان امبارح. تمام. واحنا بقى خدناه عشان طبعا ما ينشفش، حطيناه في الفازة وحطينا له ميه وسكر كده، وقلنا ايه نحطه عشان يفضل شوية كده حلوين على الترابيزة. وادي خلصنا الانتريه وشلت طبعا الستاير اللي كانت تقيلة وحطينا الستاير الخفيفة دي، هي دي المعتاد اللي انا بشيله وبحط فيها، بنغسلها مثلا كل 10 ايام ولا كل 15 يوم، وبنشيل التقيلة طبعا بحطها من العيد للعيد. تمام. ودي بقى بواقي البلالين وبواقي الحاجة اللي كانت موجودة، البتاع الدهب اللي كانت محطوطة هنا قمنا لقينا ليلي القطة ماسكاها وشداها ومقطعاها. ده بقى كان الفرش بتاع الطرقة